مسا على كل عشاق دحيح الافلام. النهارده نلخص لكم مسلسل ريسيت 2022 وبيحكي عن راكبين محبوسين في حلقه زمنيه جوه اتوبيس بينفجر 100 مره وبيحاولوا ينقذوا الركاب من الموت. بتبدا الحكايه مع بنت اسمها لي وهي واقفه على الطريق ومرعوبه، وتبلغ الشرطه ان الاتوبيس اللي كانت فيه وقريب جدا من الكوبري عليه قنبله وعلى وشك الانفجار، وبتديهم كل بيانات الاتوبيس وبتعرفهم ان لسه عليه ركاب وفي خطر شديد وهي نزلت في الطريق. وقبل ما الشرطه تقدر تتصرف بينفجر الاتوبيس وبيتدمر كل شيء حواليه وبيموت العديد من الركاب والمواطنين. بتفوق لي وبتلاقي نفسها لسه على الاتوبيس وما بتبقاش فاهمه ايه اللي بيحصل، ولكن بتبقى عارفه ان الاتوبيس ده هينفجر كمان دقايق. فبتتهم الواد اللي كان قاعد جنبها واسمه شياو انه اتحرش بيها وبتمسكه بقوه وبتبقى عايزه تروح مركز الشرطه وهدفها انها تمنع الانفجار قبل ما يحصل، ولكن السواق ما بيسمعش كلامها لانه ممنوع يروح في مكان تاني غير خط السير بتاعه. وبتنزل لي ومعاها شياو في نص الطريق وعلى طول بتعتذر للشياو على اللي حصل، هي بس كانت محتاجه تنزل من الاتوبيس وبتسيبه وبتمشي وهي مش فاهمه هل اللي شافته ده حلم ولا هيتحقق ويبقى حقيقه. ومفيش دقايق وبتشوف انفجار قوي جدا من بعيد وبتعرف ان كل ده حقيقه والاتوبيس انفجر فعلا. واثناء ما هي واقفه متوتره في موتوسيكل بيخبطها وبتقع على الارض فاقده للوعي. بتتنقل لي على المستشفى وبتلاقي ان شياو هو كمان مصاب جنبها بعد ما التاكسي اللي كان راكبه وصل في مجال الانفجار، ودلوقتي هو مصاب بحروق شديده جدا وممكن يموت. في نفس الوقت الضابط شينج بيحقق في قضيه انفجار الاتوبيس وبنشوف الحادث الرهيب وكميه العربيات اللي انفجرت، وبيطلب شينج من المساعدين يجيبوا له اسماء الركاب وفيديوهات كاميرات المراقبه اللي في الاتوبيس علشان يعرف السبب الحقيقي في اللي حصل. ولما بيشوف الفيديوهات بيعرف ان لي وشياو نزلوا قبل الانفجار بدقايق، والغريب انهم نزلوا في محطه غير رسميه وما ينفعش الاتوبيس يقف فيها وده بيخليه يشك فيه. فبيبعت المساعد بتاعه فينغ للمستشفى وبيتكلم مع لي وبيقول ان الاتوبيس خبط في عربيه نفط وحصل انفجار شديد جدا، وبيسال عن اللي حصل وبعد تردد بتحكي له على كل شيء من البدايه، وانها كانت في الحافله رقم 45 علشان كانت رايحه للمدينه تجيب شويه كتب، فنامت شويه وصحيت على واحد بيتحرش بيها ونزلوا من الاتوبيس وبتبقى ذاكرتها مشوشه بسبب الحادثه. وساعتها وصل شينج علشان يسمع اقوالها وبيوريها الفيديو وهم بينزلوا من الاتوبيس، وساعتها بتفتكر كل حاجه وبتقول لهم على كل حاجه بالتفصيل وانها كانت نايمه في الاتوبيس وصحيت على صوت تليفون بيرن وبعدها الاتوبيس انفجر وهي جواه. وفجاه صحيت تاني في الاتوبيس وافتكرت ان اللي شافته ده حلم، ولكن مفيش دقايق وسمعت نفس رنه التليفون تاني والاتوبيس انفجر بيها برضه. والغريب انها صحيت في نفس الاتوبيس وبعد ما الاتوبيس انفجر بيها مرتين حست ان في شيء غريب وان ده مش حلم ولا حاجه، وفكرت في اللي بيحصل وتوقعت انها في حلقه زمنيه، وكل لما بتموت بترجع تاني لنفس المكان. ومن خوفها كل لما كانت بتحاول تنزل من الاتوبيس كان الركاب والسواق بيمنعوها، وبرضه انفجر الاتوبيس. ولما صحيت للمره الخامسه كان الموضوع بالنسبه لها زي الكابوس، فقررت تعمل نفسها تعبانه جدا ولازم تنزل من الاتوبيس وتروح المستشفى. فشياو ساعدها بس برضه ما كانتش عارفه تنزل من الاتوبيس. وفي الوقت ده شافت الانفجار حصل ازاي. الاتوبيس كان ماشي وظهر قصاده عامل توصيل بموتوسيكل، فحاول السواق يتجنبه وخبط في شاحنه نفط على الجنب التاني من الطريق وحصل الانفجار الرهيب. وساعتها بيحس شينج ان في حاجه غلط، وازاي لي عرفت تفاصيل هم نفسهم لسه ما عرفوهاش. فبيبعت فينغ علشان يتاكد من كلامها وبيرجع يسمع باقي حكايه لي، وان في المره السادسه اتهمت شياو انه متحرش وبسبب كده قدرت تنزل من الاتوبيس مع شياو، وافتكرت كده انها انقذته بس للاسف هو اتصاب برضه من الانفجار وبين الحياه والموت. الضابط شينج كان صعب عليه يصدق كلامها وانها واقعه في حلقه زمنيه وكل مره بتفوق في الاتوبيس قبل الانفجار، وساعتها بيجيله مكالمه وبيعرف ان شياو مات فبيمشي وبيسيبها. بيفوق شياو وبيلاقي نفسه في الاتوبيس ومش فاهم ازاي كان بيموت في المستشفى، وفجاه لقى نفسه هنا من تاني فقال اكيد ده حلم مش اكتر. بيفتكر شياو لما لقي اتهمته بالتحرش واخد تاكسي والاتوبيس انفجر والتاكسي بتاعه اتدمر واتاخد على المستشفى في حاله سيئه ومات.
ودلوقتي لما صحي تاني افتكر كل ده حلم، بس شاف ليه جنبه عرف ان الموضوع اكبر من كده بكتير، وبيقعد يتكلم معاها وهنا بتتاكد ليه ان هو كمان وقع في نفس الحلقه الزمنيه بتاعتها وفاكر كل حاجه من الحادثه، وبتفهمه الموضوع وانه اللي حصل له ده مش حلم ولكن حقيقي. فشياو لما سمع كلامها اتوتر اكتر وبقى خايف وحاول ينزل من الاتوبيس، ولكن السواق رفض والناس منعوه والاتوبيس انفجر وهو جواه. ولما الاتنين بيصحوا في الاتوبيس بقى متاكد ان كلام ليه حقيقي وانهم فعلا في حلقه زمنيه، فبيحاول ينزل من الاتوبيس باكتر من طريقه وينجو بنفسه، بس بيفشل والركاب بيمسكوه. فبتحاول ليه تستغل الموقف وتقنع السواق انه يفتح الابواب وينزل الركاب، ولكنه ما بيسمعش كلامها. فبتحاول تشرح لهم ان هيحصل انفجار وكلهم هيموتوا، بس الركاب بيفتكروها مجنونه والاتوبيس بينفجر برضه. ولما بيصحوا المره دي بيقعد الاتنين يفكروا في طريقه ذكيه ينقذوا بيها الركاب وينقذوا حياتهم ويخرجوا من الحلقه الزمنيه دي. واللي بيعرفوه انهم حتى لو انقذوا نفسهم ونزلوا لوحدهم برضه هيصحوا هنا، والحل انهم ينقذوا الركاب عن طريق انقاذ الحافله ويمنعوها تخبط ناقله النفط. يعني دلوقتي هدفهم يمنعوا الحادثه وبالتالي هيمنعوا الانفجار، وبكده الحلقه هتنتهي وكله هيبقى تمام. فليه بتعمل نفسها قلبها وجعها وبتطلب من السواق يوديها المستشفى، ولكن في واحده من الركاب بتقول لها انا معايا ادويه وبتطلع لها دواء للقلب، وبكده الخطه بتبوظ. فبيقرر شياو انه يحذر السواق من الموتوسيكل وناقله النفط، وفعلا بيمنعوا الحادثه وكل حاجه بتمشي عادي، والاتوبيس بيكمل طريقه المعتاد. وبيفتكر شياو وليه انهم اخيرا نجحوا وهيخرجوا من الحلقه الزمنيه دي. بس الغريب انه الاتوبيس في نص الكوبري بتسمع ليه رنه التليفون وبيحصل انفجار رهيب من داخل الاتوبيس وكلهم بيموتوا برضه. ولما بيصحوا تاني جوه الاتوبيس بيعرفوا ان الانفجار ما كانش بسبب الحادثه ولكن بسبب قنبله جوه الاتوبيس نفسه، والفكره دي نفسها بتخلي ليه تترعب وبتخاف جدا، وبتاخد شياو وبتنزل من الاتوبيس بعد ما بتقول انه اتحرش بيها، وعلى طول بتتصل ليه بالشرطه وبتبلغهم ان في قنبله في الاتوبيس 45 ولازم يتصرفوا بسرعه وينقذوا الركاب اللي عليها. وفورا بيتحرك رجاله الشرطه على الاتوبيس ولكن ما بيلحقوش يعملوا اي حاجه، والاتوبيس بينفجر بالركاب اللي فيه. وبعد ما بيطلع ان الانفجار حقيقي بيشك الضابط شينج ان ليها علاقه بالحادثه لانها عرفت بالقنبله وبلغت عنها وتوقعت حدوث الانفجار، بالرغم ان لسه ما حدش عارف الاتوبيس انفجر من شاحنة النفط ولا قنبلة، بس كلامها نفسه بيخليه يشك فيها. علشان كده بيروح لغرفة الكاميرات ومراقبة الطريق وبيقدر يتتبع ليه وكل مكان راحته من ساعة ما بلغت الشرطة، وبيعرفوا برضه ان اللي معاها اسمه شياو. بيقعد ليه وشياو يتناقشوا في كل حاجة حصلت وبيقرروا انهم كده اكيد الشرطة هتسألهم، وبيتفقوا يقولوا على الحقيقة وفي اسوأ الظروف هيفتكروهم مجانين او هيسيبوهم يمشوا علشان مفيش اي دليل عليه. وفي الوقت الحالي بيقعدوا يجمعوا كل المعلومات اللي يعرفوها، وفي البدايه خالص صحيوا الساعه 10:36 دقيقه والانفجار بيحصل 10:45 دقيقه، وكل مره وقت صحيانهم بيختلف ولكن الانفجار بيحصل في نفس الميعاد تقريبا. وبسبب الانفجار ومكالمه لي بياخد شينج الضباط وبيقدر يوصل لشياو ولي بيقبض عليه. وفي مركز الشرطه بيتم استجواب الاثنين بس كل واحد في غرفه لوحده. في البدايه لي بتبقى متوتره ومش عارفه تقول الحقيقه ولا تكذب، علشان عارفه ان محدش هيصدقها بتقرر تسكت وما تنطقش بكلمه، لحد ما تحت الضغط بتقرر تقول لشينغ على اللقاء اللي حصل بينهم في المستشفى في الحلقه الزمنيه السادسه، وانها قالت له على كل الحقيقه بس محدش صدقها، علشان كده ما كانتش عايزه تحكي دلوقتي وبتقول له على كل حاجه بالتفصيل الممل. وبالنسبه للشياو فبيقول الحقيقه كلها من البدايه وكل اللي حصل له في الحلقات الزمنيه المختلفه بالتفصيل، وبيترجاهم يصدقوه. بيقعد شينج يتناقش مع لي في كل حاجه اتوصلت ليها، وان نغمه التليفون ليها علاقه بالانفجار وكل التفاصيل اللي قالتها، واللي بيخلي رئيسه الشرطه مستغربه ان الاتنين قالوا نفس التفاصيل بالظبط بالرغم ان كل واحد لوحده ومستحيل يكونوا اتفقوا على كل كلامهم في الوقت القصير اللي قعدوه مع بعض. وبتقعد الرئيسه مع شينج وباقي المحققين تتناقش في اللي وصلوا له لحد دلوقتي، وبيقولوا ان لو هم اللي ورا الانفجار اكيد مش هيكلموا الشرطه
الشرطة ولا هيألفوا كدبة بالتفاصيل دي كلها. وكمان محدش فيهم ليه السوابق، ده واحد مصمم ألعاب والتانية طالبة جامعية، علشان يوصلوا لمعلومات أكتر بيكملوا تحقيق معاه. ولكن المرة دي شينج اللي بيحقق مع شياو، وبيقولوا إنهم لو أثبتوا إن في قنبلة فهما الاتنين هيكونوا المشتبه به الرئيسي، وبيحاول يلعب بيه علشان يخليه يعترف. ولكن شياو بيصمم على كلام، وفينغ برضه بيلعب بلي ولكنها بتلتزم بكلامها، وإن دي الحقيقة سواء عايزين يصدقوها أو لا. ودلوقتي بيوصل تقرير المعمل الجنائي إن فعلا كان في قنبلة في الأتوبيس، علشان كده بتؤمر رئيسة الشرطة بالقبض على لي وشياو، وإنهم المشتبه الرئيسي في الانفجار. في الوقت ده بتنام لي، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في الأتوبيس من تاني والساعة 10:35، وإنها بتعرف إنها بترجع للحلقة الزمنية من جديد، سواء ماتت من الانفجار أو نام. وبعد اللي حصل لهم في آخر مرة الاتنين ما بيبقوش عايزين يتكلموا مع بعض، وبقت حالتهم النفسية صعبة، وبيحسوا ان لما قالوا الحقيقة للشرطة كانت اكبر غلطة عملوها. وبعد شوية بيقولوا ان طالما القنبلة في الاتوبيس يبقى لازم يلاقوها ويوقفوها بنفسهم، وكحل سريع ليه بتقف في نص الاتوبيس وبتقول للسواق يوقف علشان في قنبلة، وفي لحظتها بتنفجر القنبلة قبل وقتها وبيموتوا كلهم. وبيصحوا تاني في الاتوبيس وبيقولوا ان اكيد الانفجار حصل بسبب ان المفجر معاهم في الاتوبيس، ولما سمعها فجرها فورا. قرروا يلاقوا المتهم والقنبلة بنفسهم، وبيبدأوا يبصوا على الركاب حواليهم لحد ما بيلاحظوا ان في شاب ملثم قاعد وراهم وماسك شنطة في ايده، بس لسه ما طلعش للأتوبيس وهيطلع المحطة اللي جاية. ومع وصولهم للمحطة بيلاقوا الشاب الملثم فعلا وبيطلع للأتوبيس وشكله متوتر، فبينزلوا هما الاتنين وعلى طول بتبلغ ليه الشرطة بوجود قنبلة في الأتوبيس وان المفجر موجود جوه الأتوبيس، وعلى طول بيتحرك رجال الشرطة. وطول ما ليه والشياو ماشيين في الشارع بيحاولوا يتجنبوا الكلام مع بعض او الظهور في كاميرات المراقبه، لحد ما بيلاقوا مكان مناسب للكلام. والشياو بيتضايق انها بلغت الشرطه بعد اللي حصل لهم اخر مره، بس هي ما بيبقاش عندها حل تاني لانقاذ الناس، وخصوصا ان الموقف دلوقتي غير كل مره، ولازم يفكروا كويس ازاي يتعاملوا مع القنبله. والمشكله ان تقريبا مفيش معلومات، لا عارفين مكان القنبله ولا المتهم. بيقدر شينج والشرطه انهم يوصلوا للاتوبيس وبيوقفوه، وبيطلعوا بحذر شديد وهم بيدوروا على القنبله، وبيشكوا في واحد عجوز معاه شنطه كبيره، ولما بيحاولوا ياخدوها منه بتنفجر القنبله بالركاب والشرطه. وبتبقى صدمه كبيره للشينج علشان فينغ كان بين الضباط اللي ماتوا، وهنا بتقرر انها تروح للشرطه بنفسها وتساعدهم من غير شياو لانه جبان ومش عايز يخش في مشاكل، وهي واثقه انها تعرف تتعامل معاهم ويمكن تاخد شويه معلومات يساعدوها لما تصحى في المره الثانيه. بتروح ليه للشرطه بنفسها وبياخدوها على الاسم للتحقيق، وبتلاحظ رئيسه الشرطه من الكاميرات ان في حد نزل معاهم من الاتوبيس وبتطلب التحري عن هويته، بالرغم ان الشياو جبان ولكنه مش قادر ينسى انه تخلى عن ليه وسابها لوحدها تحاول تنقذ الناس وتوقف الانفجار. وبيقعد مع نفسه يتابع كل اخبار الانفجار وبيحاول يجمع اي معلومات، واللي بيخليه حزين هو خبر موت ضباط الشرطه في الانفجار، وبيحس بالذنب لانه مات بسبب البلاغ بتاعه. بيوصل شينجو بيتكلم مع الرئيسه بتبلغوا انهم استجوبوا ليه لمده ساعتين، واعترفت بموضوع الحلقه الزمنيه وانها تعرف شينج وفينغ لما حققوا معاها في حلقات زمنيه سابقه. واول لما شينج بيخش علشان يتكلم معاها بتتعرف عليه اول لما بيخش من الباب، فبيتصدم وبيقعد يتكلم معاها في موضوع الحلقات الزمنيه وانها شافتهم قبل كده في تحقيق سابق، وساعتها بيعرفها ان فينغ مات في الانفجار، فبتتاثر ليه وبتزعل جدا لانها اللي اتصلت وبلغت فين الانفجار فمات بسببها. فبيقول لها ما تتاسفش على حاجه، هي ما عملتش غلط، هي بلغت، وواجبهم يتحققوا من البلاغات ويمنعوا اي خطر عن الناس. فبيكمل تحقيق معاها وبيلاقيها مصممه على كلامها وما بتبقاش عارفه تعمل ايه تاني علشان يصدقوها، وساعتها بيواجهوها فيديو ليها مع شياو، فبتنكر انها تعرفه. في اللحظه دي بيتصل بيها شياو فبتعمل انه خاطبها وانفصلوا ومش عايزه تكلمه تاني، فبيقول لها ان الاحسن ننام وساعتها كل شيء هيبقى احسن، وبيقفل معاها. بيقدر الضباط يعرفوا هوية صاحب التليفون وبيلاقوا نفس الشخص اللي نزل معاها من الاتوبيس، فبيتاكدوا ان ليه علاقه بالحادثه وهي كدبت عليهم، فبيتحرك شينج علشان يقبض عليه. وفي الوقت الحالي بيحاول شياو يلاقي صيدليه علشان ياخد منوم ويصحى في الاتوبيس، ولكن بيبقى ممنوع صرف اي ادويه بدون وصفه طبيه، علشان كده بيروح يجيب خمره وبيقعد يشرب في الشارع. وساعتها بيوصل شينج وبيلاقيه متدهوي
خالص وبيروح في النوم، فبياخدوه معاهم للقسم، فبينام في الطريق وفي نفس الوقت بتنام ليه هي كمان، والاتنين بيصحوا في الاتوبيس في حلقة زمنية جديدة، وبيتأسف لها الشياو انه سابها تروح للقسم لوحدها، ودلوقتي بيقرروا يتعاملوا بنفسهم ويبعدوا الشرطة عن الموضوع علشان محدش منهم يموت. ودلوقتي هدفهم يعرفوا مين المفجر بالظبط، وده هيحصل لما يعرفوا اللي في شنطة كل واحد. ولما بيطلع الشخص الملثم بيلاقوا ماسك في شنطته جامد قوي، فبيشكوا فيه وبيحاولوا ياخدوا منه الشنطة بالعافية، ولكنه بيمسك فيها جامد وبيرفض يديها لهم. وساعتها بيبقوا فوق الكوبري وبيسمعوا رنة التليفون وبيحصل الانفجار. ولما بيفوقوا تاني بيقرروا يجربوا خطة جديدة، وبيتهموا شياو انه بيحاول ياخد صورة لي من ظهرها، وبيجري يتخانق معاه وبيحاول ياخد منه الشنطة. وساعتها الملثم بتجيله مشكلة في التنفس، وبالرغم من كده ما بيرضاش يسيب الشنطة وبيقع في الارض تعبان جدا، والناس بيساعدوه علشان يقوم، وهنا بيمد ايده للشنطة وفي لحظتها بيحصل الانفجار. المرة دي لي بتبقى واثقة ان هو المتهم فعلا، وخصوصا انه لما مد ايده للشنطة حصل الانفجار. واول لما بيوصلوا للمحطة اللي هيركب منها الملثم بتمنعوا ليه ان يطلع، والشياو بيكتفوا والاتوبيس بيطلع من غير، وبتقدر ليه تفتح الشنطة وبتعرف ان معاه قطة مش اكتر، وكان مخبيها علشان ممنوع صعود الحيوانات على الاتوبيس. فبيعتذروا له عن اللي حصل، ومن بعيد بيشوفوا انفجار الاتوبيس فبيسيبوه وبيمشوا، وبيبقوا متضايقين من نفسهم علشان ضيعوا 3 حلقات زمنية علشان يختبروا شخص واحد بس. وهنا ليه بتتوقع انهم لما منعوه يخش للاتوبيس كده ممكن يبقى معاهم في الحلقة الزمنية الجديدة ويخش جواها ويبقى زيهم بالظبط. بيروح الاتنين ياكلوا، بيقضوا اليوم يفكروا في طرق مختلفة يحلوا بيها المشكلة اللي هم فيها، وازاي يلاقوا المجرم في اسرع وقت. وبياخدوا بالهم ان علشان يرجعوا الحلقة الزمنية لازم يناموا في نفس الوقت، ولو حد نام هيفضل في غيبوبة لحد ما التاني ينام. بعدين بيقرروا بالليل انهم يروحوا لموقع الحادث علشان يجمعوا معلومات اكتر، وساعتها بيظهر الملثم بعد ما بيعرف ان الاتوبيس اللي كان هيركبه انفجر، وبيتكلم مع لي وشياو وبيشكرهم علشان انقذوا حياته، وبيعزمهم عنده في البيت. فبيوافقوا بيروحوا معاه، وفي البيت بيعرفهم بنفسه اسمه كيم، بيحب القطط جدا، وبالغلط بتقول له ليه انه ازاي بيربي قطط مع ان عنده ربو. وهنا بتضطر انها تحكي له عن الحلقات الزمنيه وكل اللي حصل ومشكله القنبله، وانهم النهارده لما سحبوا بره الاتوبيس ممكن يبقى معاهم في الحلقه الزمنيه الجديده. وفي الاول بيصدم كيم، ولكنه بيفتكر انه قرا عن الظاهره دي قبل كده وعمل عليها بحث، وان علشان يوقفوها لازم يمنعوا الانفجار مع بعض وينقذوا الركاب. علشان كده بيقعدوا سوا يحطوا قائمة للركاب وكل واحد معاه ايه واماكنهم بالظبط في الاتوبيس. وفي الاول بيستبعدوا 2 معاهمش اي شنط، والست اللي معاها شنطة الادوية، وبعدين راجل عجوز معاه الشنطة، وست عجوزة برضه معاها الشنطة، وفي واحد معاه شنطة سفر، وده بيشكوا فيه اكتر واحد بين ال3. وشوية وبيسيبهم كيم بعد ما جاله تليفون، فهما الاتنين بيقرروا يروحوا مقهى انترنت وبيكملوا بحث عن الركاب بشبكة المعلومات. في نفس الوقت باسم الشرطة بيراجع الضباط كاميرات المراقبة، وبيشوفوا اللي حصل مع كيم وبيقدروا يوصلوا له وبيستدعوه للتحقيق. فبيتحرك بسرعة على الاسم، وبيكتشف شياو ليه من خلال تقرير الشرطة ان سواق الاتوبيس شغال بقاله 4 سنين وما عملش اي مشاكل قبل كده، وان في واحد من الركاب يوتيوبر اسمه EG في الاتوبيس، وكان طالع في بث مباشر وشافوا في الفيديو بتاعه واحد من الركاب اسمه مو وبيشكوا فيه. دلوقتي ده بيجي اتصال ليه من الشرطه وبيطلبوا منهم ييجوا لاسم الشرطه للتحقيق علشان ما يعوش في مشاكل تاني. بيقرروا ما يجيبوش سيره عن القنبله في التحقيق، وانهم يحاولوا يعرفوا اي معلومات تساعده. واثناء التحقيق مع كيم بيقول لهم ان اللي حصل سوء تفاهم مش اكتر، وان الاتنين اللي شدوه افتكروا ان الشنطه اللي معاه بتاعتهم، وانهم فقدوا واحده شبهها في المواصلات، وبعدها اعتذروا منه كل واحد راح لحاله. وده كان نفس التبرير اللي قالوه لكيم فعلا بعد ما اتكتفوا. بيخضع شياو ليه للتحقيق، وبيحاول شينج يعرف اي معلومات عن الاتوبيس ولو حاجه حصلت فيه غريبه، وبيطلوا على موضوع الشنطه وانهم شافوا واحد معاه نفس الشنطه دي ونزلوا علشان يتاكدوا منها، ولكن شينج ما بيبقاش مصدقها وبيحاول يوقعها
بتاعها في الكلام فهي بتستمر في الكذب. اما شياو فبيتم استجوابه لوحده وبيقول نفس كلامها بالظبط، وبيقول الظابط فينغ اللي بيحقق معاه ان كان في 2 في الاتوبيس شكلهم غريب، واحد معاه الشنطه والتاني معاه الشوال فيه شكل فيه بطيخ، ولكن لما حد بيقرب منها كان بيخاف جدا. وليه بتقول لي شينج نفس الكلام برضه، فبيجيب لها صورته، وبعد البحث بيعرفوا ان اسمه مو وكان مسجون وعنده مشاكل مع عائلته. ودلوقتي بيقرر شينج قبل اطلاق سراحهم انه يتكلم مع عائله مو الاول، وبيعرف انهم مقاطعينه وما اتكلموش معاه من سنين بعد المشاكل اللي وقعوا فيها بسبب دخوله السجن ومعامله الناس السيئه ليهم، ومحدش منهم كان عارف انه جاي للمدينه. وبتستغل ليه ان زوجة مو قاعده لوحدها وبتحاول تتكلم معاها، بس بتبقى خايفه، وساعتها بيجي ابنها من غرفه التحقيق وبيتكلم معاها، وبتعرف من كلامهم ان مو قتل واحد ودخل السجن، فبيزيد الشك جواها وان مو اللي فجر الاتوبيس. في الوقت ده بتيجي ام كيم وهي متعصبه من ابنها بعد ما قرت اللي كتبه في مذكراته، ولما بيشوف شينج المذكرات بيلاقيه كاتب عن الانفجار، وان ليه وشياو بقوا اصدقائه، فبيعرف ان في حاجه غلط وانهم كذبوا عليه، فبيحقق معاهم من جديد. وعلى طول ليه بتعترف بكل حاجه لانها تعبانه جدا وما فيهاش حل للمناهده والكذب، ولما تنام هتعادي اليوم من الاول. وكيم هو كمان بيعترف وبيطلب منهم يساعدوه بإنقاذ ركاب الاتوبيس، وفي الاخر شياو بيقول لهم برضه على كل اللي يعرف وان السبب الحقيقي في الانفجار هو قنبله، وبتستسلم ليه للنوم وبتصحى في الاتوبيس وجنبها شياو، وبيعرفوا ان كيم هو السبب ان الشرطه عرفت الحقيقه بسبب المذكرات اللي كتبها، وبيفكروا ان مو هو سبب الانفجار بسبب ان مجرم سابق ومخبي قنبله مع البطيخ. فبيقوم شياو بيحاول يقرب منه فبيلاقيه متوتر جدا، والشك بيزيد جواه ان هو المتهم فعلا. وبعد الثواني بيوصلوا للمحطه وبيركب كيم وبيلاقوه مش فاكر اي حاجه، وبكده هو موقعش معاهم في الحلقه الزمنيه ولازم يعتمدوا على نفسه، علشان كده بيعملوا هما الاتنين خناقه، وبيروح شياو وبيدوس على شنطه البطيخ، وفعلا في بطيخه منهم بتنكسر، والمو بيبقى متضايق جدا ولكن بيهدى بعد ثواني وبيتاكد من البطيخ بتاعه وبيطلع البطيخه المكسوره، وبيعرفوا انه كان جايب البطيخ ده لابنه، وبعدها بيوزعها على الركاب وبياكلوا منها وهم سعداء، وهنا بيتاكدوا ان الشنطه ما فيهاش اي حاجه وانهم ظلموا الراجل الغلبان ده. وبعد الثواني بيحصل الانفجار، ولكن المره دي والركاب بيضحكوا فرحانين وهم بياكلوا اطعم بطيخ في حياتهم. بنرجع للحلقه الزمنيه الجديده وبتشك ليه في واحده اسمها لورا مع شنطة بلاستيك، فبتقرب منها وبسهولة بتخترع كذبة انها محتاجة فوط نسائية، وبتفتح الشنطة وبتلاقي فيها حلة طبيخ، ولما بتسأل الست عن اللي فيها بتقول لها لحمة عادي، فبترجع وبتتناقش مع شياو وبيقولوا اكيد محدش هيشيل قنبلة بالطريقة الواضحة دي، خصوصا ان الست كانت قاعدة هادية جدا. وهنا بياخدهم الشك لشخص اسمه جين معاه شنطة سفر، وبيبقوا عايزين يخطفوا الشنطة منه وينزلوا بيها في الشارع ويفتحوها، وبيبقى باين عليهم التوتر وتعب. والغريب ان جين بيفتح الشنطة لوحده وبيطلع منها فوط نسائية كان واخدهم لمراته وبيديهم للي بعد ما سمع كلامها مع لورا، وهنا بيتأكدوا ان معهوش غير شوية هدوم مش اكتر وراجل طيب، فبيشكروه بكده بيبقوا متأكدين ان لورا هي اللي معاها القنبلة. وبسرعة الشاو بيزق ليه بره الاتوبيس وبيجري علشان يخطف شنطة لورا، ولكنها بتمنعه وبتبصله بثقة وبتشد حبل من الحلة والقنبلة بتنفجر في المحطة. وفي الحلقة الزمنية دي خلاص بيبقوا عارفين ان لورا هي اللي معاها القنبله، فبيسحب شياو على الارض وبيقرب منها وبيسحب القنبله وبيحاول يخطفها ويجري، ولكن لورا بتقوم كلها غضب وبتمسك سكينه وبتهاجم شياو وبتطعنه في جنبه وبيقع على الارض منهار، فبتحاول ليه الهروب ولكن لورا بتمسكها وبتخلص عليها بالسكينه وبعدها بتفجر القنبله. وبعد ما الاتنين بيفوقوا ليه بتبقى منهاره من اللي حصل لها لما شافت الموت بعينيها، وبعد ما بتهدى بيقرروا يعملوا نفس الخطه وبيخطفوا الشنطة من ايديها، ولكن ليه بتقرر تواجهها وما تهربش، وبيتجرح شياو في ايده وبيمسك في لورا وبيتخانق معاها وبيمنعها تتحرك وبيطعنها في جنبها بالغلط، وده بيدي الفرصة للي انها تاخد الشنطة وتبعدها عنها وتمنعها من التفجير، بس بسبب انه قتل لورا الوضع بيتغير والكل بيشوفوه مجرم وقاتل، فبياخد ليه وبيهرب من الاتوبيس. وبعد دقايق في حد بيفجر القنبلة وكل اللي في الاتوبيس بيموتوا. حاليا الشرطة بيدوروا على شياو وليه
ليه بتهمة القتل، وكمان بسبب انفجار الاتوبيس والدنيا مقلوبة عليهم وبيحاولوا يلاقوهم بأي شكل. ودلوقتي بعد ما الاتنين بيهربوا وبيستخبوا، شياو بيبقى في حالة نفسية سيئة جدا ومش قادر يتحكم في أعصابه، وصورة لورا وهو بيقتلها ما بتفارقش خيال، وبسبب انه حاول ينقذ الركاب ارتكب جريمة وقتل إنسان، وبتحاول ليه تخفف عنه وان ملوش أي ذنب، وحاول يدافع عن نفسه مش أكتر، وهي اللي كانت عايزة تفجر القنبلة وتقتل الجميع. وأسامة فينغ بيحقق في تاريخ الركاب، جين بيعرف ان كان في واحدة مأجرة جراج في نفس منطقته وحصل انفجار في الجراج بتاعها، وبيطلع انها لورا، فبيروح علشان يبص على المخزن بتاعها، بس المشكلة ان محدش معاه المفتاح بتاعه ولسه هيطلع اذن من النيابة بفتحه، فبيطلب من السكان محدش يقرب من المكان، وبينضم لشينج وباقي الضباط في البحث عن شياو ولي، واللي في الوقت ده راكبين في صندوق عربية ورايحين يستخبوا في منطقة تانية، وبيرموا تليفوناتهم علشان الشرطة ما تقدرش تتعقب، واللي بيخلي شياو يتقطع من جواه ان حتى في الحلقة الزمنية الجديدة كل الذكريات دي هيكون فاكرها وهتفضل معاه طول العمر. وبعد ما شينج بيلاقي تليفونات مرمية في الشارع بيفقد الامل انه يلاقيهم، علشان كده الشرطة بتراجع كاميرات المراقبة في نفس المكان، وبيلاقوا ان التليفونات اترمت من عربية نقل، وبسهولة بيجيبوا رقم السواق وبيعرفوا مكان. بيوصل الاتنين لبيت كيم وبيقدروا يخشوه بالرقم السري اللي شافوه بيكتبوا قبل كده، وبتقرر ليه انها تنزل تجيب علاج للجرح بتاع شياو من الصيدلية وهي متنكرة. واثناء ما هي راجعة بتلاقي شينج واقف مع سواق العربية النقل، وبيقدر يتعرف على المشتبه بيهم وبيقول له هم اتحركوا في انهي اتجاه. ولما بترجع ليه للبيت بتبلغ شياو ان الشرطة قدرت توصل له، وبتقول انهم لازم يهربوا، وبالفعل بيقدر شينج انه يوصل لبيت كيم، بس ما بيلاقيش حد فيه، وبيكتشف انهم هربوا من الباب الخلفي، فبيجري وراهم بس فات الاوان، ودلوقتي هم فوق سطح مبنى بعيد عنه، وليه قاعدة بتعالج جروح شياو بيمان، وبيبقى جواه حزن مالوش حدود. بيكمل الاتنين رحلة هروبهم، وبيروح شياو عند صديقه وبيبقى عايز يبلغ عنهم، والاتنين بيتخانقوا لحد ما شياو بيقرر يسيبه ويمشي ويشوف مكان تاني. في نفس الوقت شينج قدر يقرب جدا من مكانهم وبيتتبعهم بسبب تليفون اخدوه من بيت كي، ولكن الاتنين بيهربوا في اخر لحظة قبل وصول الشرطة، وبيسيبوا التليفون وراهم، وبيقعدوا مع بعض يفكروا هيعملوا ايه على شاطئ البحر، لحد ما ليه بتستسلم للنوم، فبيقرر شياو ينام هو كمان. وبيصحوا الاتنين في الاتوبيس وبيفكروا في خطة لإنقاذ الركاب ويقنعوهم ينزلوا من الاتوبيس بدل مواجهة لورا. علشان كده الاتنين بيكتبوا على تليفوناتهم انهم من الشرطة، وبيطلبوا من الراكب يحافظ على هدوءه لان في قنبلة ولازم ينزلوا في المحطة اللي جاية. والاتنين بيلفوا على راكب بهدوء وبيخلوهم يقروا الكلام ده، وبيبقى من الواضح انهم اقتنعوا بوجود خطر شديد وبيستعدوا علشان ينزلوا في المحطة اللي جاية. ولكن لورا بتحس ان في حاجة غلط والتصرفات اللي بتحصل غير طبيعية، واول لما بيوصل الاتوبيس للمحطة والركاب كلهم بيجروا بتقرر انها تفجر القنبلة والكل بيموتوا. بنرجع للحلقة الزمنية الجديدة، ومن الواضح ان اي خطة لايقاف لورا بتفشل، وليه بتصاب بالاحباط وبتتضايق جدا ونفسها الكابوس ده يخلص. فبيفكروا شويه وان كل الركاب صدقوا قبل كده انهم شرطه وسمعوا كلامهم، فبيقرروا يجربوا المره دي فكره تانية، وانهم يقنعوا بعض الركاب بمساعدتهم وانهم يتحدوا سوا ويهجموا على لورا ويوقفوها مع بعض، وبكده مش هيجيلها فرصه للتفجير او استخدام السكين. وبيختاروا انهم يعرفوا جين وكيم ان لورا معاها قنبله وبيطلبوا منهم المساعده، والاتنين بيفهموا الوضع كويس وبيقرروا يساعدوهم فعلا. لكن المشكله علشان خطتهم تنجح انهم محتاجين يقفوا في اول الكوبري جنب النهر ويرموا القنبله فيه، وكده محتاجين مساعده السواق وونغ، فبتروح ليه وبتتكلم معاه وبتشرح له الوضع كله والقنبله الموجوده على الاتوبيس، وبتطلب منه يقف في اول الكوبري علشان تقدر تنقذ الركاب. وساعتها بيبان على وونغ التوتر والخوف الشديد، ومع وصولهم لاول الجسر بيتحرك شياو وبيمسك لورا وبيقوم جين وكيم وبيكتفوها معاه، وبيقدروا ياخدوا القنبله منها وبيستنوا وونغ علشان يقف بالاتوبيس ويرموا القنبله. ولكن الغريب انه ما بيرضاش يقف وبيكمل طريقه عادي، ولورا بتفضل تنادي عليه باسمه وبتتهمه انه جبان وبلغ الشرطه عن خطته. وهنا بتفهم ليه ان عمليه التفجير مشترك فيها اتنين وهم وونغ ولورا. وفي نص الكوبري بيقف وونغ وما بيرضاش يفتح الباب وبيقف مستني الانفجار، فبيتحرك شياو وبيكسر الشباك وبيحاول يرمي القنبله في النهر، ولكنهم اتاخروا جدا والقنبله بتنفجر فيه. ولما بيفوق في الحلقه الجديده كل حاجه
بتبقى واضحه قصادهم، وان دلوقتي مطلوب منهم يوقفوا لورا وكمان وونغ ويسيطروا عليهم هما الاثنين. ولكن ليه بتقرر انها تتكلم معاه وبتواجهه بالحقيقه، وانها عرفت انه هيفجر الاتوبيس وبتطلب منه انها تعرف السبب ورا كل ده، وخصوصا انها عارفه انه راجل طيب وبتحاول تترجاه يرجع عن قراره وينقذ الركاب. قبل ما يجاوبها ويرد عليها بتفجر لورا الاتوبيس والكل بيموتوا. المره دي بيقرر لي وشياو انهم يعرفوا اكتر عن السبب ورا كل اللي بيحصل، وليه السواق ولورا عايزين يفجروا الاتوبيس والدافع اللي بيحركه. علشان كده بينزلوا من الاتوبيس في اول محطه وبيشوفوا الانفجار من بعيد، وعلى طول بيروحوا على مكتب الاتوبيسات وبيعملوا نفسهم مراسلين تبع الجامعه، وبيكتبوا مقال وبيطلبوا معلومات عن السواق وونغ لانه ساعد كتير من الطلاب اللي بيركبوا معاه في الاتوبيس. فمسؤول المكتب بيديهم الملف بتاع وونغ وبيسيبهم وبيروح يساعد الشرطه بعد ما بيعرف ان الاتوبيس انفجر، ولما بيرجع بيلاقيهم اختفوا. بتعرف ليه من الملف ان وونغ كان سواق شاحنه واستقال من وظيفته وجه هنا للمدينه واشتغل سواق اتوبيس من 4 سنين، وكل ده حصل بعد ما زوجته اشتغلت هنا في المدينه هي كمان، والشركه ادت له بيت يعيش فيه. وبيشك شياو ان لورا تبقى زوجته، بس ما بيبقوش متاكدين من الموضوع ده، والمعلومات دي مش كفايه ومحتاجين يفهموا اكتر. علشان كده بيروحوا لسكن شركه الاتوبيسات وبيتكلموا مع زميله في البيت وبيقنعوا شياو ان وونغ يبقى عمه، وبعده يجيب شويه حاجات وبيخش يدور في غرفته على اي حاجه يفهم منها اللي بيحصل. اما ليفا بتتكلم مع زميله وبتفهم منه انه وونغ يبقى زوج لورا فعلا، وحصلت حادثه اثرت على علاقتهم ببعض، وانها ست عندها مشاكل عقليه ونفسيتها سيئه وبتجيله هنا وبتعمل له مشاكل كل كام يوم وبيتخانقوا على طول. دلوقتي ده بيلاقي شياو تليفون قديم فبياخده على امل انه يلاقي فيه اي حاجه تفيدهم، وبيتحرك مع ليه وبيقعدوا سوا يتناقشوا في المعلومات اللي وصلوا لها، وبيبقوا مش فاهمين ليه القنبله بتنفجر دايما فوق الكوبري في وقت محدد بالظبط لو كل حاجه مشيت طبيعي. واخيرا بيقرروا انهم يروحوا لاسم الشرطه ويبلغوا الضابط شينج بكل حاجه وصلوا لها، وبالفعل بيحصل اجتماع بينهم وبين رئيسه الشرطه وشينج وباقي الضباط، وبيقولوا لهم انهم كانوا راكبين في الاتوبيس اللي انفجر ونزلوا في المحطه قبل الانفجار، وقبل ما ينزلوا سموا واحده مجنونه ومعاها سكين بتتكلم مع نفسها عن قنبله، وان الكل هيموتوا ده كان سبب نزولهم من الاتوبيس، وكمان انها لما طلعت الاتوبيس كان معاها حله اكل ريحتها غريبه. واتكلمت مع السواق بصوت واطي فبيسألهم شينج شوية أسئلة كمان. لما بيقعد يفكر في كلامهم بيلاقيه رايح لاتجاه واحد وهو اتهام لورا والسواق بالتفجير، ولكنه بيقرر يمشي مع الاتجاه ده ويشوف النتيجة. وبعدها بيخلي شياو يرسم له أماكن الركاب بالظبط في الأتوبيس ويقول له على مواصفاتهم، ومن دقة شياو بالتفاصيل اللي بيقولها شينج بيشك فيه شوية وإنه مخبي حاجة عليه. وبعد بحث بتعرف الشرطة إن لورا كانت شغالة في مصنع كيماويات وانها تبقى زوجة وونغ، وده بيخليهم يصدقوا كلام شياو ولي. علشان كده بيكملوا بحث عن تاريخهم والوظائف اللي كانوا شغالين فيها قبل كده. والغريب ان وونغ رفض انه يترقى ويبقى مدير وصمم انه يفضل سواق على الاتوبيس ده. اما لورا قدرت تحصل على المواد الخام من المصنع اللي شغاله فيه، وكان سهل من خبرتها انها تصنع قنبله بنفسها، ومن الواضح انهم خططوا للتفجير ده من فتره كبيره. واللي بيبقى شاغل بال شينج هو مكان وميعاد التفجير، عايز يعرف السبب وراه. الشرطه بعد ما دورت ورا شياو ولي عرفوا انهم عملوا نفسهم صحفيين، وراحوا جابوا معلومات عن وونغ وكمان فتشوا بيته، وتصرفهم ده بيخلي شينج يشك ان في حاجه وراهم ومش فاهم عملوا كده ليه. وعلشان كده شينج بيروح وبيطلب منهم كل الاجهزه اللي معاهم، فبيديله شياو كل حاجه مع التليفون اللي لقاه في بيت وونغ، وشكله الغريب بيخليه يشك في التليفون ده، وبيخلي باقي الضباط يحاولوا يفتحوه ويعرفوا اي بيانات منه. بيقرر شينج انه يواجههم بانه عرف بتنكرهم كصحفيين وتفتيش بيت وونغ، فبيكذب شياو وبيقول له ان ليه حست بالذنب لانها ما بلغتش الشرطه لما شكت في لورا، فاخدها يدوروا ورا الموضوع علشان يهديها. ولما جمعوا معلومات عنهم لقوا ان في حاجه كبيره بتحصل، فقرروا يبلغوا الشرطه. بيبقى من الواضح ان شينج صدقهم، وخصوصا ان كل الادله ضد لورا وونغ، وبيقعد يتناقش معاهم عن سبب اختيارهم للوقت ده بالتحديد لتفجير القنبله. والكلام ده بيخلي رئيسه الشرطه تؤمر بالبحث
بحث عن اي حوادث حصلت على الكوبري وفي التوقيت ده بالتحديد. وهنا بيقرر الشياو يعترف ان التليفون اللي اخده لقاه في شقه وونغ ومش بتاعه، واللي بيخليهم مستغربين انه شكله بتاع بنات. وهنا بيكتشفوا ان وونغ كان عنده بنت ماتت من 5 سنين، وبيحسوا ان موت البنت هو الحل للقضيه دي. بتكتشف رئيسه الشرطه ان بنتهم منغ ماتت من 5 سنين على الكوبري ده وفي وقت تفجير القنبله بالتحديد. ويطر شينج فيديو ليها وهي بتنزل من الاتوبيس 45 في نص الطريق بسرعه، وبتعدي الشارع وفي نفس اللحظه جت عربيه خبطتها وماتت في نفس الساعه اللي انفجرت فيه القنبله بالظبط. ومن سهوله اكتشاف كل خيوط القضيه بيتاكد شينج ان من غير شياو لي كانوا هيضيعوا وقت كبير والتحقيق كان هيبقى صعب جدا عليه. دلوقتي الشياو لي بيبقى هدفهم يوقفوا القنبله وعايزين طريقه تخلي الشرطه تتعامل مع الموقف من غير ما حد يموت ويتم انقاذ الجميع. وبيسالوا شينج ان لو مثلا صحي ولو نفسهم في الاتوبيس وقصادهم 5 دقايق قبل تفجير القنبله يعملوا ايه. فبيشرح لهم ان في اقرب محطه اتوبيس هيطلع ضباط متنكرين ويوقفوا المجرم ويوقفوا القنبله، بس مع وجود 5 دقايق بس الحل ده هيبقى صعب جدا، وان ممكن تحاول تعطل الاتوبيس عن التحرك لحد وصول الشرطه. وبيفهمها ان واجبه حتى لو وصل على تليفونه رساله في يوم من الايام من شخص مجهول عن وجود قنبله في الاتوبيس هيتحرك فورا حتى لو الشخص ده بيهزر. وقبل ما يمشي بيقول لها على اللي حصل لمنغ وطريقه موتها من 5 سنين، وبيقول لهم على رقم تليفون. بيقرر الاثنين انهم يناموا وبيصحوا في الاتوبيس، ولكن الغريب ان الشياو بينزف من مناخيره، وده معناه ان الحلقات الزمنيه المتكرره بدات تاثر على صحته ولو استمر كده ممكن يموت. وعلى طول بيطلع تليفونه بيصور لورا وبيبعت رساله لشانج ان الست دي معاها قنبله في الاتوبيس 45 ومكانهم بالظبط وميعاد انفجار القنبله. وبسرعه بيتحرك شينج مع عدد كبير من ضباط الشرطه وبيتجهوا ناحيه الاتوبيس، فبتحاول انها تعطل الاتوبيس قبل المحطه وبتعمل مشاكل مع شياو علشان ما تخليهوش يتحرك. وبيحاول الركاب انهم يتصلوا بالشرطه وساعتها وونغ بيخاف وبيتحرك بالاتوبيس وبيقرب من المحطه الرئيسيه، وهناك بيبقى مستنيه 3 ضباط شرطه متنكرين. ولما وونغ بيشوفهم وبيشوف العربيات الغريبه اللي واقفه بيشك ان في حاجه غلط وبيمشي بالاتوبيس من غير ما يقف. فبيضطر شينج انه يوقف الاتوبيس بطريقه تانية وانه يقفل عليه الطريق بالعافيه. ومع محاصرة عربيات الشرطة للأتوبيس من كل اتجاه بيستمر وونغ في التحرك بسرعة أكبر. وساعتها لورا بتتجنن وبيتفرغ السكينة، فبيتحرك شياو ولي وبيحاولوا يمسكوها ويسيطروا عليها وياخدوا القنبلة منها، وبينجحوا فعلا بالسيطرة على الموقف. وبسبب الكمين اللي عمله شينج بيضطر وونغ انه يقف غصب عنه على أول الكوبري بعد ما بيخبط في عربيات الشرطة. وبسرعة بيحاول شينج انه يركب الأتوبيس بس من غير أي فايدة، وبيرفض وونغ انه يفتح الباب. فبيجري شياو وبيكسر الازاز وبيدي القنبله لشينج، ولكنها بتنفجر قبل ما يرميها في النهر وبيطير من قوه الانفجار. بيتنقل شينج على المستشفى وهو مصاب اصابات خطيره جدا، ولكن كل الركاب وباقي الضباط بخير وما حصل لهمش اي حاجه. وبيقعد شياو وليه يتناقشوا في اللي حصل وانهم كده ممكن يكونوا وقفوا الحلقه الزمنيه وانقذوا الركاب، ولكن المشكله ان حياه شينج في خطر بسببهم. بتحاول ليه تعرف اللي حصل لمنغ وبتلاقي فيديو للحادثه وهي بتحاول تنزل من الاتوبيس بالعافيه والعربيه بتخبطها، وبيبقوا حاسين انهم لسه ما وصلوش لحقيقه اللي حصل ليها ومش هيرتاحوا غير لما يعرفوا اللي حصل، وخصوصا ان الشرطه قفلت التحقيق في القضيه بتاعتها. وبتحاول رئيسه الشرطه هي كمان انها توصل لحقيقه موت منغ، وبتطلب التحقيقات في القضيه بالكامل وبتستجوب سائق الاتوبيس في اليوم ده، ولكن ما بتطلعش منه بحاجه مفيده. فبتكمل في مشاهده فيديو كاميرات المراقبه على امل انها تطلع بمعلومه. واللي بتعرفوا ان بعد ما التحقيق اتقفل لورا كانت بتطلع للاتوبيس ده وبتسال البنات لو كان في حد اتحرش بيهم او ضايقهم. وفي الوقت ده بيموت شينج بسبب اصابته. لما بيعرف شياو ولي بيبقوا في حاله صدمه وحاسين بالذنب، وطبعا بيتم القبض على وونغ ولورا وبيتفتح تحقيق معاهم، وبيتم اتهامهم رسميا بمحاوله تفجير الاتوبيس وقتل الركاب، ولكنهم بيرفضوا يتكلموا او يقولوا سبب اللي عملوه. وبيبقى من الواضح ان لورا مجنونه وحالتها النفسيه غير مستقره، وموت منج واخد كل تفكيرها وبتتهم الشرطه بالتقصير في التحقيقات وما جابوش حقها. بنرجع ل5 سنين في الماضي ايام ما كان وونغ شغال سواق على شاحنه ونزل ونسي تليفونه في العربيه، وعلشان كده ما ردش على بنته اللي في الوقت ده كانت بتتصل بيه قبل ما تنزل من الاتوبيس. وبعدها عرف بخبر موت بنته في حادثه وما استحملش الخبر ده ووقع من طوله، ومحدش كان عارف سبب نزولها من الاتوبيس فجاه بنص الطريق. بتمر الايام والشرطه بتحقق في القضيه وما قدروش يعرفوا سبب اللي حصل، علشان كده القضيه بتتقفل
بيتقفل، ومن ساعتها وونغ ولورا بدأوا يعانوا من مشاكل عقلية ونفسية. وفي يوم لورا وهي شغالة في المدرسة شافت فيديو لبنتها في الأتوبيس وكمان وهي بتنزل والعربية بتخبطها، وده أثر فيها جدا. ومن التعليقات على الفيديو عرفت إن حد اتحرش بيها وفهمت السبب اللي خلى بنتها تقرر تنزل من الأتوبيس فورا. وبتتهم وونغ إنه السبب في موتها ونزول منغ من الأتوبيس لأنها حاولت تتصل بيه أكتر من مرة وحاولت تستنجد بيه علشان يساعدها، ولما ما ردش اتصرفت لوحدها وماتت. وعلشان كده الاتنين بيقرروا يروحوا للمدينة اللي ماتت فيها بنتهم وبيبدأوا يخططوا للانتقام. لورا اشتغلت في مصنع كيماويات علشان تقدر تعمل قنبلة، أما وونغ فقرر يشتغل سواق أتوبيس. دلوقتي لي وشياو بيبقوا عايزين يعرفوا السبب في موت مينغ، وساعتها بتيجي الأستاذة بتاعت لي علشان تطمن عليها، وبيطلع إنها كانت الأستاذة بتاعت مينغ برضه. وساعتها بيجي الضابط فينغ وبيسمع كلام، فبتكمل الأستاذة كلامها وبتقول لهم إن كان في مناقشات على موقع المدرسة في الفترة دي حوالين الحادثة وسبب موتها. فبيقرر فينغ إنه يمشي ورا الخيط ده وبياخد لي معاه، ومن خلال مراجعتهم للتعليقات على الموقع بيشدهم تعليق عن حد بيقول إن الأتوبيس ده كان فيه متحرش وده السبب نزولها بسرعة. وبسهولة بيقدروا يعرفوا اللي كتب التعليق ده، وبتبقى بنت اسمها لي. فبيروحوا وبيتكلموا معاها. في الأول ما بتبقاش عايزة تتكلم، وبعد كده بتحكي لهم على كل حاجة، وإن من 5 سنين في الأتوبيس 45 كان في راجل كبير بنضارة اتحرش بمنغ وهي شافت كل اللي حصل، وكمان صورت المجرم ده في فيديو، والمتحرش أخد باله إنها صورته. مينغ من خوفها ما كانتش قادرة تتكلم أو تنطق، ولما المجرم اتأكد إن ليو صورته خاف ونزل فورا من الأتوبيس. فهي نزلت وراه بسرعة وفكرت تتصل بالشرطة، ولكن أمها بتنصحها ما تعملش كده علشان المجرم ممكن يستقصدها ويعمل فيها حاجة، واللي أحسن تخليها في حالها وتنسى اللي حصل. وما كانتش تعرف إن سكوتها هيبقى السبب في موت مينغ، ولما بتشوف أخبار حادثة موتها بتبقى عايزة تنزل الفيديو على موقع المدرسة وتعرف الناس المجرم الحقيقي. ولكنها لما شافت تعليقات الناس السلبية وكان فيهم بيهاجم مينغ خافت إنها لو عملت كده يحملوها الذنب موتها ويفهموها غلط، فغيرت رأيها وكتبت بس إنها اتعرضت للاعتداء من متحرش وده سبب نزولها من الأتوبيس، وحتى تعليقها ده الناس هاجموها بسبب. وقعدت تبكي لوحدها وبتبقى لسه محتفظة بفيديو المتحرش، وبتوري للضابط فنغ صورته وبتقول لهم إنها محتفظة بالصورة على حسابها على الإنترنت، وبتديهم الاسم والرقم السري، وبالمعلومات دي يقدروا يسجنوا المتحرش ده. بينام شاو ليه وبيرجعوا للحلقة الزمنية الجديدة، وعلى طول بتبعت ليه صورة لورا للضابط شينج مع كل البيانات عن التفجير والأتوبيس. وفي ثواني بتتحرك على جين وبتعرفوا إن لورا معاه قنبلة وبتطلب منه يساعدها في القبض عليها. المرة دي الشرطة بتتحرك بشكل أسرع وبيراقبوا الأتوبيس من بعيد وبياخدوا كل الاحتياطات، وبتجهز ليه علشان تتعامل بنفسها بسبب ان الشاو لسه مصحيش لحد دلوقتي. وبعد ما الاتوبيس بيقف في المحطة بيطلع كيم وشينج بيستعد علشان يعمل كمين على الكوبري، وبيتصل بلي وبيطلب منها تفضل فاتحة الخط، وعلى طول بتتحرك على كيم وتطلب منه المساعدة في القنبلة فبيوافق. وعلى الكوبري الشرطة بيبقوا عاملين كمين ومنتظرين وصول الأتوبيس، وكل حاجة هادية ومحدش شاكك إن الشرطة عرفت حاجة. أول لما بيقربوا من الكوبري بتجري لي وبتمسك لورا والكل بيساعدوها وبيمنعوها من التحرك، وبيقدروا ياخدوا القنبلة من إيديها ويكتفوها ويسحبوا السكين، ولكنها بتقدر تفلت من إيديهم وكانت تتفجر القنبلة. وهنا بيفوق شياو وبيمسكها بقوة وجميع الركاب بيتحدوا عليها، وفورا بيتحرك رجالة الشرطة بيحاولوا يوقفوا الأتوبيس بالعافية، لكن وونغ بيزود السرعة لحد ما بيخبط في الكمين وبيقف غصب عنه، وبرضه ما بيقدرش يفتح الباب وبيبقى عايز يفجر القنبلة بنفسه. وهنا بيقدر ضباط الشرطة انهم يخشوا للأتوبيس، ولكن الوضع خطر. وونغ ماسك القنبلة وبيهدد بتفجيرها، فبتتكلم مع لي وبتترجاه يسلم نفسه، وبتقول له ان معاها دليل ان منغ ماتت بسبب متحرش، وبتوري له صورة المتحرش اللي اخدتها من حساب لي، وبتفهمه ان ده كان سبب نزولها من الأتوبيس. وبكده هيتفتح التحقيق من جديد وهيعرفوا ياخدوا حق بنتهم، وشينج بيوعده انه هيفتح التحقيق بنفسه وهيجيب لها حقها ومفيش داعي لتفجير الاتوبيس، وخصوصا ان دلوقتي في دليل. فبيهدى وونغ وبيسلمهم القنبله، وبسرعه بياخدها شينج وبيرميها في النهر وبتنفجر في النهر بامان، والكل بينجو من الحادث. واخيرا بتنكسر الحلقه الزمنيه بسبب شجاعه لي وشياو واصرارهم، قدروا ينقذوا الاتوبيس والركاب، وبيتم القبض على المتهمين. بس دلوقتي قلبهم
مرتاح وعرفوا ان حق بنتهم راجع. وبعد ما الكابوس ده بينتهي كل واحد بيروح ينام في بيته، وبيصحوا على يوم جديد وبيتم تكريم لي وشياو وكل واحد بين الركاب على شجاعتهم ومنعهم لانفجار القنبله وانقاذ المدينه من كارثه رهيبه، وبياخدوا مكافاه كبيره. وبعد تحقيق الشرطه بيتقبض على المتحرش وبيتوجه له تهمه قتل مينغ وبيترمي في السجن. وكمان بيتعاقب وينغ على اللي عمله وبيسجن في نفس السجن اللي فيه المتحرش، وبتبقى دي فرصه مثاليه علشان ياخد حقه بايده. واخيرا بيروح لي وشياو لقبر مينغ وبيزروها وبيحط لها لغايه ان نكون وصلنا لنهايه حلقتنا من المسلسل ولخصنا لكم المسلسل كامل. يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل ده. ولو انت مش مشترك في القناه او انت مش مشتركه في القناه، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في افلام كتيره جايه قريب، واشوفكم على خير ومع السلامه.